أعلق عليها. ما أعتقد أنه يدعي العرعور أو الأستاذ العرعور أنه يمثل السنة، ولا يمكن لي أن أدعي أنني أمثل الشيعة. نعم أنا صوت شيعي إن شاء الله وسأقول الحق، ولكنني أمثل وعد اللامي، ولكن لم أعمل تخويل أنني أمثل التشيع كل التشيع. ولا أعتقد أنه هيئة كبار العلماء أو أي مؤسسة أجازت للأخ العرعور أن يقول هو السنة. بل أنا لا أريد أن أدخل في هذه المواضيع، لكنني لا أعتقد أن العرعور من أهل السنة. العرعور من أهل السنة. نعم حج وعد قلنا هذا في شروط أو في أدب المناظرة أن الحق يقبل من أي أحد، يعني فأنت تؤيد هذا الطرح. هو كان سؤالي، أنت ذكرت مكانة القرآن الكريم وأنه دستور للأمة وتبيانا لكل شيء وفيه أمور مجملة وحفظه رب العالمين تبارك وتعالى في عليائه. يعني طب ما هو التحفظ أن يكون هو مرجعياتنا؟ حج وعد تفضل. هو مرجعيتنا أنا أوافق، لكنه ليس هو فقط، إنما القول المعصوم يكون مرجع. القرآن زائد قول المعصوم. طيب نعم شكرا لك. ننتظر فضيلة الشيخ عدنان هذا ما ذكره الحاج وعد اللامي حول مكانة كتاب الله تعالى دستورا ويعني فيه حفظ من قبل المولى. تفضل أهمية القرآن الكريم لدى الإخوان السنة، وأرجو أن تسهب في هذه المسألة إسهابا شديدا كما أسهب الشيخ وعد أو الحاج وعد. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما أنت لا تمثل الشيعة فهذا شأنك، وأما أنا وأهل السنة كلهم يسمعون على مختلف أطيافهم وجماعاتهم وفرقهم ومذاهبهم، فأنا أمثل أهل السنة والجماعة بكل ما أقوله، وكل واحد من علماء أهل السنة سيشاهدون هذه المناظرة ويتصل أو يرسل يقول عدنان في هذه القضية لا يمثل أهل السنة والجماعة. أنت لك شأنك، لكن ليس لك أن تحدد. أنا ممثل عن أهل السنة كافة في مشارق الأرض ومغاربها بكل ما أطرحه في أصول الدين. ولذا سأطرح هذا الأصل، وهو أن أهل السنة والجماعة، وهو لم يذكر إلا ذكر نفسه، قال الكتاب لم يذكر أن التشيع يقولون كذا، هو ذكر. لا احنا نذكر الأول يعني مكانة كتاب الله لدى أهل السنة. تفضل. أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكافة أطيافهم، بل كل المسلمين